بيبدأ المسلسل بكارثة في حمام مدرسة البنات لما الدادة والبنات بيصرخوا ويلاقوا الأرض مليانة دم وشعر متقطع، والبنت اللي اختفت وسابت المكان هي هنا. هنا دي وسط شلة بنات توكسيك جدا متقسمين بين مدارس كده خاصة ومدارس مصري. فيهم مريم صاحبتها الغلبانة اللي كانت معاهم في المدرسة اللغات دي قبل ما أبوها يموت وتحول حكومي معاها، ودليلة ودي البنت الغنية المعقدة كده اللي عندها مشاكل وبتتخانق مع دبان وشها، ومعاهم كمان واحدة اسمها نودي ودي متجوزة رجل أعمال أكبر منها بس عشان يصرف عليها، وملك ودي أمها شغالة دادا في نفس المدرسة، وأخوها سيد عاطل وبياخد منها بواقي فلوس. قبل ما تختفي بساعات الشله اتجمعت في كافيه، ودليله زنقت هنا دي وبدا يلعبوا لعبه الصراحه عشان يعني تتمهزق بيها، واكتشفت ان هنا كانت على علاقه بواحد اسمه علي وده حبيب دليله. وهنا ما استحملتش واجهتهم وقالت لملك على فكره انت ماشيه وراهم عشان بياكلوكي، وقالت لدليله ان علي هو اللي كان بيجري وراها. والخناقه كبرت ودليله وشلتها جرجروها ورا الحمام الخلفي باستخدام نسخه مفتاح كده سرقوها من ام ملك الداده، وهناك اتلموا عليها وضربوها وقصوا لها شعرها واتخبطت في الحوض ودماغها جابت دم. مريم بالصدفة كانت معدية من الباب الخلفي ده عشان هربانة من امتحان، فدخلت الشباك وشافت المنظر، بس هنا صرخت فيها وقالت لها انت زيهم بالظبط كلكم زبالة. فمريم اتخضت وجريت، وتاني يوم هنا اختفت تماما وبعتت رسالة غريبة على الجروب بتقول انها بتكرههم وهتختفي خالص. وامها رحمة ومريم بدأوا يدوروا عليها، ومريم بتروح للبوليس بتعترف ان دليلة وشلتها هم اللي ضربوها في الحمام، والظابط بيستدعي البنات دي وبيضغط عليهم، فما تعصب جدا وبتقول له ايوه يا سعادة الباشا ضربناها علقة موت وعجناها بس والله سبناها عايشة. اما من ناحية الدليلة فهي بتنكر، والمحامي بيطلعها بحجة غياب مزورة من المدرسة، وبيلبس القضية كلها لملك ومريم. في وسط كل ده مريم بتروح لبيت هنا وبتكتشف ورقة جواز عرفي في شنطتها بينها وبين واحد اسمه سيد أخو ملك، ولما بتروح تواجه سيد ده بياخد منها الصورة ويهددها. وعلى الناحية التانية علي بيفتح موبايل دليلة بالصدفة وبيلاقي فيديو وهم بيضربوا هنا في الحمام، وبدأ يسيفه عنده. صاحبه جاسر خد الموبايل وسرق الفيديو وبعته لنفسه، وبعدها الفيديو اتسرب على النت والقصة اتقلبت لرأي عام والتحقيقات كبرت. وفي نفس الوقت دسوقي اللي هو اشترى موبايل مسروق بتاع ملك من اخوها سيد بيستغل الموبايل ويبدا يبتز ملك بالفيديوهات الخاصه دي وبيجبرها تبيع نفسها او ينشر صورها، لحد ما اخيرا الشرطه بتقبض عليه بتهمه ابتزاز. والضابط بيكمل تتبع الخيوط دي وبيلاقي سلسله هنا مع ابوها وهو بيبيع ذهب طليقته رحمه، فبيشكوا ان هو قفل عليها او قتلها. بس فجاه بيوصل فويس كده من هنا لامها بتقول انها كويسه ومختفيه عشان بس عايزه اب بيحبها، فالام بتروح تتنازل عن المحضر وتلغي البلاغ. لكن الصدمه بتحصل بعد يومين ان هم لقوا جثه هنا اصلا مرميه في النيل، والقضيه بقت قتل رسميا. الشكوك بتبدا بقى تروح للمدرسين في المدرسه، كاميرات المراقبه مثلا بتكتشف ان عربيه مستر رؤوف دي بتنقل جثه هنا وهي مغمى عليها، ولما البنات بيعرفوا الكاميرا بيدفعوا 500 جنيه للسايبر وبياخدوا النسخه دي وينزلوها على النت عشان يساعدوا البوليس من غير ما اسمهم يجي في الموضوع. ومستر رؤوف بيختفي تماما بعدها، والبوليس لما بيهجم على شقه مهجوره في الهرم كان بياخد فيها دروس بيلاقوا مستر رؤوف ده مربوط في كرسي، واللي ربطه واحد اسمه مستر شاكر المدرس الجدع الطيب اللي كان بيدافع عن هنا اصلا وقت القضيه ويساعدها، وكل مدرس فيهم بيلبس التاني التهمه. رؤوف بيقول الراجل ده مغير كالون الشقه ومأجرها مني، وشاكر بيقول لا رؤوف هو صاحب العربيه وهو اللي عمل ده كله. فمريم ما بتسكتش وبتفضل تفتش وتربط الاحداث لحد ما بتكتشف ان رحمه ام هنا هي اللي كانت بتبعت الصور والسكرينات دي لمراته وبنت مستر شاكر عشان تفضحه وتدمر بيته. فالبوليس بيطب على مستر شاكر ده بالدي ان ايه والتحليلات اللي كانت تحت ضوافر هنا، وبيضطر ان هو يعترف بالحقيقه. الحقيقه طلعت بقى اصعب من كده بكتير، الراجل ده كان على علاقه غير شرعيه برحمه او ام هنا، ويوم الحادثه الصبح هنا كبست عليهم كده في البيت وشافتهم سوا نايمين مع بعض، فصرخت وزعقت وقالت انا هفضحكم قدام عمامي والعيله كلها، وجريت على المدرسه. فكان في نفس الوقت اصحابها دليله وشلتها دول بيضربوها في الحمام بسبب الغيره عن موضوع علي وصاحبه. ولما سابوها بتنزف كده مستر شاكر دخل الحمام عشان يسكتها ويمنع الفضيحه، فكتم نفسها بايديه لحد ما اغمى عليها، وبعد كده خدها في عربيه زميله رؤوف ووداها شقه الهرم وحبسها هناك بعلم وموافقه امها رحمه. والام وافقت تحبس بنتها وتضغط عليها وتخليها تمثل انها حامل او تجوزها عرفي لسيد عشان تغطي على الفضيحه دي، وانها برضو خايفه من طليقها اللي ممكن يقتلها. وفعلا ضغط على بنتها لحد ما بعت الفويس ده عشان تقفل القضيه. ولما شاكر راح الشقه عشان يفكها ويرجعها هنا كانت فكت نفسها وهجمته بحاجه على دماغه عشان تهرب، فزقها بالغلط كده دماغها خبطت في الارض وماتت. ورحمه لما لقت بنتها ماتت قررت تقلب الترابيزه فوق دماغ شاكر ده وتسرب الفيديوهات وتخليه يخسر كل حاجه وتلبسه القضيه. وفي النهايه مستر شاكر وام هنا بيلبسوا قضيه القتل والتستر والابتزاز، ودليله بتتغير بعد ما ابوها بيقف جنبها وبيجيبوا امها تساند، ونودي دي جوزها بيطلقها ويرميها في الشارع رجل الاعمال وبتخسر كل حاجه. وملك وامها بيتقربوا من بعض بعد ما اختها وملك وامها بيقربوا من بعض بعد ما امها جالها كانسر وعملت عمليه.
وسيد اتقبض عليه وبدأ يتقدم في السجن. ومريم بتبعت فويس للشلة بتقول إن هنا رغم كل اللي عملته والحوارات دي هي كانت أنضف واحدة فيهم، لأن الكبار هم اللي غلطوا وهي اللي دفعت الثمن لوحدها. ده كان المسلسل يا جماعة. لو أول مرة تسمعني، أنا ليه بعمل حاجة كل الناس عملوها؟ أولا أنا بعمل حاجة في مدة صغيرة، يعني 7 دقايق أهو. ثانيا أنا بعمل حاجة بأسلوب اسمه القصص الصوتية أو الإذاعية، يعني بتلاقيني مثلا ساعات في قصص تانية بتعامل بانفعال كده اللي هو كأني بمثل الشخصية. وتالت حاجة أنا أصلا بعمل في قناتي هنا ملخصات أفلام قبل ما تنزل في السينما أو في يوم نزولها السينما. يعني هتلاقي عندي فيلم أوديسيا، أظن أنا الوحيد اللي عامله على اليوتيوب أصلا، عربي أو أجنبي. هتلاقي أفلام ياسمين عبد العزيز والحاجات دي كلها. فالقناة إن شاء الله تعجبكم، ومع السلامة. لو عندك فيديو معين عايز تحكيه أو فيلم عايز ألخصه لك قول لي. اللي كسب السحب اللي فات معانا على اللابتوب هو محمد عبد الوهاب، وسبت اسمه في الكومنتات، هو من الشرقية. موضوع السحب ده لو اي حد عايز يخش يقول لي يعمل لايك ويسيب كومنت، هتلاقيني حاطط عدد لايكات معين 40 لايك او كده. ويا جماعه ما حدش يقول لي الحاجات دي فيك ولا مش فيك، قنوات الملخصات كلها مكسره الدنيا وكلها بتنجح من غير سحب ولا حاجه. فانا مش قاعد فاضي يعني، وكمان انا مش لسه بادئ امبارح. انا عندي 1600 اهو، في فيديوهات بتجيب ال 10000 و30 و40000. فاكيد انا مش ما بخترعش حاجه تجيب لي كلام اصلا، فاهمين ازاي؟ لو برضو حاسس ان سرعتي في الكلام كبيره اكتب لي في الكومنتات انت بتتكلم بسرعه. لو حاسس ان انا مثلا مونتاج مش احسن حاجه، حاسس ان الالقاء في حاجه، كل ده تمام انا معاك. سواء ان شاء الله يعني الكلام اللي بشوفه منكم كله مبشر ان شاء الله، ومع السلامه. ده كان المسلسل يا جماعه. لو اول مره تسمعني، انا ليه بعمل حاجه كل الناس عملوها؟ اولا انا بعمل حاجه في مده صغيره، يعني 7 دقايق اهو. ثانيا انا بعمل حاجه باسلوب اسمه القصص الصوتيه او الاذاعيه، يعني بتلاقيني مثلا ساعات في قصص تانية بتعامل بانفعال كده اللي هو كأني بمثل الشخصية. وتالت حاجة أنا أصلا بعمل في قناتي هنا ملخصات أفلام قبل ما تنزل في السينما أو في يوم نزولها السينما. يعني هتلاقي عندي فيلم أوديسيا، أظن أنا الوحيد اللي عامله على اليوتيوب أصلا، عربي أو أجنبي. هتلاقي أفلام ياسمين عبد العزيز والحاجات دي كلها. فالقناة إن شاء الله تعجبكم، ومع السلامة. لو عندك فيديو معين عايز تحكيه او فيلم عايز الخصه لك قول لي. اللي كسب السحب اللي فات معانا على اللابتوب هو محمد عبد الوهاب، وسبت اسمه في الكومنتات، هو من الشرقية. موضوع السحب ده لو اي حد عايز يخش يقول لي يعمل لايك ويسيب كومنت، هتلاقيني حاطط عدد لايكات معين 40 لايك او كده. ويا جماعه ما حدش يقول لي الحاجات دي فيك ولا مش فيك، قنوات الملخصات كلها مكسره الدنيا وكلها بتنجح من غير سحب ولا حاجه. فانا مش قاعد فاضي يعني، وكمان انا مش لسه بادئ امبارح. انا عندي 1600 اهو، في فيديوهات بتجيب ال 10000 و30 و40000. فاكيد انا مش ما بخترعش حاجه تجيب لي كلام اصلا، فاهمين ازاي؟ لو برضو حاسس ان سرعتي في الكلام كبيره اكتب لي في الكومنتات انت بتتكلم بسرعه. لو حاسس ان انا مثلا مونتاج مش احسن حاجه، حاسس ان الالقاء في حاجه، كل ده تمام انا معاك. سواء ان شاء الله يعني الكلام اللي بشوفه منكم كله مبشر ان شاء الله، ومع السلامه. مش حاجه تجيب لي كلام اصلا، فاهمين ازاي؟ لو برضو حاسس ان سرعتي في الكلام كبيره اكتب لي في الكومنتات انت بتتكلم بسرعه. لو حاسس ان انا مثلا مونتاج مش احسن حاجه، حاسس ان الالقاء في حاجه، كل ده تمام انا معاك. سواء ان شاء الله يعني الكلام اللي بشوفه منكم كله مبشر ان شاء الله، ومع السلامه.